السلام عليكم. خلاص بقى راح الدوري يا زمالك. الزمالك النهارده بيتعادل سلبي امام المصري. طيب يا اخي المصري مش فارقه معاه، المصري عاوز مركز بس، عاوز يعلى في نقاطه. اما انت بتنافس. المدرب مش عاوز يقتنع عليه ان الزمالك بينافس، ان الفريق اللي هو بيدربه بينافس على البطوله. قدامه 5 ماتشات ولا 4 ماتشات ولا 6 ماتشات لازم يكسبهم. يعني لازم ينزل بتشكيله من حديد. نزلت لي التشكيله، الباكين بتوعك الشمال واليمين عاوزين باكين اللي بيمسك الكوره ما بيعرفش يعمل بيها حاجه. ناصر منسي، هات له واحد صانع العاب يصنع له الفرصه وهو يسدد ويجيب هدف. النهارده ما كانش في حد بيصنع له الكره، هو اللي كان بيصنعها لنفسه، وبالفعل جاب هدف وللاسف اتحسب لمسه يد. ليه انتوا كده خرجتوا الزمالك كبقى ما اعرفش اداره بقى ولا كمدرب ولا كلاعيبه. يعني انا بناشد الجمهور دلوقتي، الزمالك خرج من البطوله بدري. تقول لي بدري ليه؟ ما هو من زمان. لا مش من زمان. الزمالك لما خرج من الكونفدراليه قلت لا ده معلش اصل الدنيا. اما النهارده بيلعب امام المصري والمصري مش فارق معاه، اتهزم معلش، احنا كده كده في مركزنا. ما اتهزمناش يبقى نجيب هدف والزمالك هدفين تبقى معقوله. اما انت النهارده بتلعب لي بباك شمال وباك يمين وناصر منسي في النص. ناصر منسي ما هوش عارف يروح لا يمين ولا شمال لان ما حدش بيصنع له اهداف. محمد شحاته لعب ماتش لا يعلى عليه بصراحه، وخد جائزه رجل المباراه. طيب باقي اللعيبه فين؟ صلاح مصدق محترم، دفاع 10/10. انا مش الدفاع حلو. طب الهجوم، المدرب راح يبدل في التبديلات في الدقيقه مش عارف 85 ولا 86. يا جدع المفروض من بدايه الشوط اول 10 دقائق ولا 5 دقائق في بدايه الشوط الثاني شوف المراكز اللي فيها مشاكل وغيرها. طلع عمر جابر وطلع دونجا ده بره وشوف غيرهم. انت عندك الدكه مليانه بره. ليه انت وصلوا الزمالك لمرحله ان هو خلاص ما عادش بقى لا في منافسه ولا في حتى ينافس. اقول ايه بس يا جماعه؟ ده النهارده الزمالك جاب هدف وما اتحسبش الهدف، لمسه يد في المعلم. لانه بصراحه كان هيبقى واحد من اروع الاهداف في تاريخ الموسم ده، في السيزون ده. الولا ما شاء الله ناصر منسي يروح ويمين ويرجع ويروح وفي الاخر حظه سيء. لا النهارده يا جماعه الزمالك بيقول لجماهيره وانا بخيب، مش عاوز اقول الكلمه يعني بخيب. ليه؟ ليه تزعل جماهير؟ طب الاهلي امبارح لعب ماتش محترم جدا وفرح جماهيره وجاب ال3 اهداف بتوعه وفرح جماهيره وكان في رابع واتلغى بره. فرح جماهيره. النهارده انت فرح جماهيرك يا زمالك، فرح الناس اللي والله العظيم انا ما صعب عليا غير الناس اللي قاعده في البرد ده، اقسم بالله العظيم الجماهير. فرح الناس اللي جايه لك ده. انت بتلعب مع فريق مش خسران حاجه، لو اتهزم مش هيزعل لانه فوق خالص معاك في المركز الرابع. هينزل مركز خامس هيلعب برضه السنه الجايه في الدوري، مش هينزل يعني قسم تاني ولا تالت ولا بتاع. فانت النهارده زعلت جماهيرك منك بصراحه شديده. ده كان بايدك تفوز وتفوز فوز كبير. كان في تمركز بين اللعيبه بس لمسات فنيه ما فيش لمسات فنيه. والاسس اللي انت حاططها كان في بدايه الشوط الثاني تتغير، كنت هتكسب وتجيب هدف واثنين وثلاثه. انت ما غيرتش، كسلت وبدلت في الشوط الثاني في الدقيقه 80، فبالتالي اصبح عندك كعبله في الهجوم. ناصر منسي محتاج اللي يخدم عليه يديله صانع العاب. مين عندك صانع العاب؟ نزل لي صانع العاب يلعب ناصر منسي. انت حاطط واحد بس، هتقول لي طب ومش عارف اسمه التاني ده معاه؟ لا ما فيش حد معاه. انا شايف دونجا النهارده وعمر جابر ما كانوش كملوا الشوط الثاني ده، كنت طلعهم شوف غيرهم بقى حتى لو جبت من ناشئين. بس الاثنين دولت ما عجبونيش النهارده. انتوا المفروض تلعبوا النهارده الكره اللي تمسكوها لو تطلع من الدفاع للهجوم تجيب هدف من غير ما تديها لحد، لان انت بتنافس قدامك 4 5 مباريات لازم تكسبهم. وعينيك على الفريق الخصم بيراميدز والاهلي لازم الاثنين يتعثروا شويه. لا ده الاثنين ما فيش تعثر يا باشا. نادي الاهلي النهارده امبارح بيفرح جماهيره امام بتروجيت وبيجيب 4 اهداف واحد اتلغى. بيراميدز شغال كاسح ما بيرحمش. الناس بتفرح جماهيرها، انت بقى بتحزن جماهيرك ليه؟ يعني انا عاوز افهم ليه لا النهارده الزمالك بيلعب بتشكيله عجيبه والتاني خايف، بيصيروا خايف يفتح وخايف يبدي. خايف ليه؟
هو انت مبسوط يعني بوضعك ده كده، متكيف بوضعك ده كده؟ حاجه غريبه. هل هو انا عاوز اعرف انت مبسوط ان انت كنت فضلت متعدد 86؟ انت عاوز تعرفني لما تبدل من 86 مع المصري هتجيب هدف؟ ده المصري يحط لك كتله دفاعيه معقده يخليك في ال5 دقايق دول ولا ال7 دقايق بوقت بدل ضايع. ما تحاولش، حتى ما تحاولش. لا يا جماعه، الزمالك بيهزر هزار غريب مع جمهوره بصراحه شديده بقى. ياما عشان كده الفيديو 5 دقايق على النعمه هيقعد للصبح قبل ما يترفع. لايك والاشتراك بتاعك يا عم، هنعمله ايه؟